الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم قرية آل أبو جاسم، هذه القرية اللي تعاني من قلة خدمات من كهرباء ومي، ويانا بعض الأخوة حتى يسولفونا عن وضع هاي المنطقة. السلام عليكم. شلون تشوف خدمات المنطقة في قرية آل أبو جاسم؟ والله خدمات تعبانة. زين الكهرباء انا سمعت انه انتم اصلا ما مخلي لكم محولات ورابطينكم مي شارع 30 او حي الحضاره. يعني كم ساعه تجيكم كل يوم؟ وتجينا حتى على الدخل 3 ساعات 4 ساعات. زين انتم خاطبتوا مسؤول فد شيء؟ واحنا كلسه طبعا هاي الشكوى موجهه الى مدير مكتب متابعه المحافظ والاستاذ حيدر شمخي. لازم خلال ان شاء الله هالاسبوع يوفرون ولو محولات، اللي حسب ما سمعت من الاستاذ حسين الغراني انه اكو محولات موجوده بالمخازن، فقط يحتاج لها جهد هندسي انه حتى يشدونها بهاي المنطقه. شكرا جزيلا لكم وراح نتابع وياكم بعض المناطق. طبعا ويانا حسين الغراني اللي هو احد ابناء هاي المنطقه قريه آل أبو جاسم حتى يحدثنا عن معاناه هاي المنطقه. حسون الغالي الله بالخير عليك. الله بالخير عليكم واهلا وسهلا بكم. طبعا احنا هاي المنطقه اشبه بالمنسيه، قريه آل أبو جاسم، اسلاك مالكم ما بيها، اعمده مالكم، محاولات مال كهرباء مالكم، وانتم صورتوا حضراتكم وشفتوا الوضع بيها شلون متهالك وتعبان، واغلبها ناس تعبانه ودخل محدود وقاعده على الطاوله بطاله. احنا نطلب من الحكومه المحليه بالديوانيه، المحافظ، اعضاء مجلس محافظه، الدائره مال الكهرباء، انه يطلعون ويكشفون على وضعنا. وهذا الصيف الحار درجات الحراره 55 و53 ووضعنا تعبان يعني للصفر، وهاي كلها اطفال وعوال وناس ما تقدر. يعني مرات ينطونا، احنا رابطين على شارع 30 يعطونا الكهرباء كل ساعتين، يعني تجي تشتغل اول ربع ساعه يصير ضغط من هذه المنطقه تفصل محاوله من شارع 30. زين ابو المولد ايضا ما ينطينا، يقول لنا انا موجود عندي كهرباء هناك واحنا باقين. هذا وضعنا وانتم تشوفونه وهذا الجو الحار. زين انا حسب ما سمعت اكو يعني محولات واكو اعمده، مثلا في حال ان هم وفروهن ذني لكم، تقدرون حتى لو يعني من مدخولكم الخاص انه توفرون عمال يشتغلون هذا الشيء اذا وفروا لكم الاعمده والمحولات؟ نعم ماكو مشكله، خلي يهيونا المحولات الدوله ويهيونا الاعمده والاسلاك، واحنا هنا نشوف يعني المنطقه مع ما الشارع يتعاون الناس تعبانه، يعني احنا قدر الامكان انه نقدر نستطيع نسوي شيء حتى. اي مو هي دائما الحكومه تكون حجتها انه تقشف وتقشف، فهسه هاي يعني المواطنين جاي يقولوا لك احنا نشتغل عمال بس وفر لنا المواد. هاي رساله نوجهها الى محافظ الديوانيه الدكتور سامي الحسناوي، وايضا الى متابع المحافظ الاستاذ حيدر شمخي حتى يتابع لنا هذا الوضع. يلا خليكم ويانا. تعال استاذ احنا
خلالنا للمسؤولين. فشنو اللي شفته بهاي المنطقه خلال فتره يعني سكن كبير؟ والله اللي شفته هي خدمات ماكو، انتم هم شفتوا بعينكم يعني لا أكيد شوارع، إحنا معدومة يعني لا يعني. اي مي وسخ يعني، حتى لو مثل ما قلت لك يعني نسحب لو مطور ونسحب بحرقنا يلا يجي المي وهم وسخ يجي. زين اكو احد المسؤولين زاركم فشي هنا؟ والله انا تقريبا صار لي شهر ونص هنا حطيت ما شفت اي مسؤول. زين اكو مناشدات توجهتوها قبل هاي الفتره يعني؟ والله ناشدنا هوايه ما حد جاكم؟ لا، بالنسبه لهذا السيد اللي بصفنا يعني حتى دعا مسؤولين ما اعرف، ما قال لي بالضبط يعني، مو بس قال دعيت مسؤولين ما يعني ما عجيب لكون القريه ما بيها احد المسؤولين يسكن هنا، فاكيد راح تهمل، فان شاء الله راح يكون صوتنا يوصل من خلال منظمه احفاد الوطن للفنون الجميله، وخلينا نشوف الاماكن البقيه. طبعا انا حسب ما قلت لي انه اكو تيل هنا تقريبا نص المنطقه علي، شنو هاي المشكله يعني؟ سوري. يعني هسه هذا الشارع الوحيد هو هذا اللي بيه تيول اعمده مال كهرباء، والاعمده متهالكه يعني يجوز من زمان من السبعينات من الستينات، وهاي الاسلاك ايضا القديمه المكشوفه، وهذا التيل المنطقه كلها الشوارع كلها يعني كل بيت جار قبل 70 80 متر منه، 70 80 متر، هذا الشارع 50 متر جار عليه، كلها سهمه من هذا التيل، وهذا التيل من الضغط اللي جاي يصير عليه ايضا خطر على هاي البيوت الدائم ما دايره 4 5 بيوت، وكل ما يصير ضغط الاسلاك تتقطع يعني من السحب، وتشوف العالم يروح يطلع كهرباء من جيبه الخاص ويجي يربط، احنا بين فتره بالاسبوع مرتين 3 قطيع، هذا شوف هسه يقدر واحنا من جود من دخلنا نخاف نسوي. يقدر الاخوان انه يصورون شلون صار عليه، هاي صار تقريبا معمل مال كهرباء. اما والله نياتكم يا مسؤولين على ايد شعب، يعني جاي يقول لك احنا كل شيء ما نريد، نفطاتنا وفلوسنا وحصتنا من العراق ما نريدها، بس وفروا لنا مواد واحنا نشتغل لكم، يعني ماكو هيك مسؤولين فاشلين، يعني احنا رسالتنا هاي اذا ما توصل راح نشتغل على الوزارات اكيد، واذا ما صار حل راح نوصل حتى الى بغداد يعني، لان هاي الناس عراقيين وعراقيين اصلاء وبقوا بالعراق حتى يعانون هذا اللي يعانون. هذا العمود هذا القوقاي، هذا العمود صوره الي العمود هذا يعني اضخم شيء، هذا هنا رابطينه. لا حياة لمثل هذا، خلينا نشوفها يعني عائلة ثانية. هي من وجهاء المحافظة. احنا المناشدة اللي يوجهوها ان سين ونقول فاجينا اليوم حتى نوصل صوتكم للمحافظة، فنتمنى تسولف لنا عن معاناتكم بهاي المنطقة والشيء اللي قاعد تواجهون. مو طبيعية، معاناة مأساة يعني. أول شيء هسه شدوا الخط على غير مكان يختلف ويا المولدة، يعني إلى الكهرباء بالعسكري احنا ما عندنا كهرباء، ما يشغل بالمولدة. زين ابو المولدة من نفس المنطقة لو بغير منطقة؟ لا الصوب. ايه. يعني وين ذيك المناطق اللي فيها كهرباء؟ فهم يتصرفون بكيفهم يعني، تقول لك بالك مو ما كان احنا بس. هذا الواير يوميا يوقع هذا الواير. هذا الواير شوفه، صور الواير هذا شوفه. ف يعني شنو اللي يتوجه لهم هسه؟ اللي يوجه لهم يجون يشوفون المنطقة، يشوفون هذه، يحولون الخط. انت بهاي شيباتك المباركة يعني اذا وفروا لكم مواد راح تشتغلون؟ ليش ما تشتغلون؟ على راسي. هاي خلي يسمعون انه هاي الشيبة المباركة جاي يقول لكم انا كل شيء ما اريد، وفروا لنا مواد واحنا جاي نشتغل بايدينا، وحتى لو نجمع تبرعات بيناتنا ونوفر عمال يشتغلون لنا الاعمدة او المحولات اللي راح تجينا. مشكور حجي وان شاء الله صوتكم وصل. اليوم يعني مواطن ثاني من قرية تحية لك، واحنا اجينا اليوم حتى نوصل صوتكم ونريدك تحدثنا عن مدى معاناتكم في هاي المنطقة. والله معاناتنا من ناحية الماء يعني شغلة الماء لأنه مرات قاعد يخافون تجي حفريات هنا ويقطعون السمنتات، ويعني نرجع نسوي من ناحية الكهرباء لأنه تشوف أنت يعني مواصلات من واحد لواحد، وأنت تسوي العمود وأنت اللي توصله يعني شغلة محولة واحدة، يعني حتى ما تلحق تدير المكان، يعني ما تلحق تدير البيوت كلها، والكهرباء تصعد وتنزل على طول مستمر غير القطاعات. زين احنا سوينا شبه استبيان، اذا وفروا لكم مواد واعمده وكذا راح تشتغلون بايديكم؟ عادي ماكو مشكله بشغلنا بدينا ماكو مشكله، وحتى الشوارع ماكو يعني قالوا راح ندب لكم سبويس واحنا اللي نشتغله واحنا نساهم به واحنا ندفع فلوس نجمع من عندنا من الناس ماكو من الجوارين، يعني من كل واحد قالوا كل بيت 10 على مود واحد يجي جريدر يمده ويجي شفل يمده وما اعرف شلون،
فقلنا لهم ماكو مشكله بس مجرد وفروا لنا سبيس على واحنا نساهم بهذا الشيء. هاي يا مسؤولين الديوانيه بعد ما عندكم حجه جاي يقول لكم احنا نشتغل بدينا مستعدين كل شيء. فوفروا لهم اللي مستعدين بدينا ومبالغ هم. شكرا جزيلا حبيبي شكرا يا جزيلا. مرحبا يا 100 اهلا وسهلا. ويانا احد براعم قريه ال البجاسي حتى يحدثنا ايضا هذا الطفل الصغير عنده معاناه مثل ما عانوها الكبار اللي موجودين، فاريدك تحكي لي عن معاناتكم. انت بهذا صغر عمرك مستعد تشتغل تخدم المنطقه؟ عاشتي لك. ان شاء الله راح يوصل صوتك من خلال منظمه احرار الوطن. مشكور. احد مواطنين قريه ال البجاسي ايضا راح يحدثنا عن معاناته في هذه المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام. اريدك تحكي لي عن يعني معاناتكم منطقه ال البجاسي اللي سمعنا عنها انه لا كهرباء لا ماء لا خدمات. نعم. وانتم اكيد اكثر من حسب ما شفت يعني اكثر من والله 200 سكن عائله واحد يعني. ايوه. إيه. اي. فحدثني عن معاناتكم في هالمنطقه. طبعا احنا بالبدايه نرحب بكم أنا آسف. واهلا وسهلا بكم ومشكورين. احنا بالنسبه للخدمات، خدمات شويه من ناحيه الماء، من ناحيه الكهرباء، تعرف احنا جاي من ناس من الحضاره. وعدة مرات تعرضنا من بعض المنطقه هاي قالوا ما نشوف كهرباء منه. وبالسياسه المهم جرينا كهرباء. فشويه الماء تعبان، الخدمات تعبان. زين المنطقه بها سكن هواي. اي. وعلى بعد وجود خيري. ان شاء الله. زين انتم حتى حسب ما سمعت انه حتى المولده ما عندكم يعني المولده ما مرتبطه هنا ومعتمدين على الكهرباء. بالنسبه للمولده يعني لا اغنيك ولا اخليك تجي. يعني المولده يعني مثل ما اقول يعني مأساة، يعني مأساة مع الكلمه مو هيك يعني. شلون مأساة؟ اول هو يقول كان ما عندي ارتباط بالمحافظه، انا يعني شغل على مسؤوليتي. اي يزود الامبيريه يعني زياده فرق على 1000 عن المحافظه، هسه والله 1000 مو مشكله. يعني هو جاي يشتري سوق سوداء يقول كان ما ما ياخذ المحافظه، انا مثل ما اشتري من جيبي، من جيبي الخاص. فنعطي 1000 يعني اذا الامبير 9 نعطي احنا 10. عرفت شلون؟ بس تبقى مأساة يعني مثل جعطار كذا هاي ما لها متابعه. عرفت شلون؟ زين احنا سوينا استبيان هسه من خلال الاخوه أي. انه عندك استعداد انت تعمل بيدك اذا وفروا لك المواد وهاي؟ يعني تطلع يعني ويا اهل المنطقه اذا وفروا لكم طبعاً احنا اذا هاي راح يعني نساهم انه طبعا هاي احنا اذا خدمات لنا غير لازم نساهم وياهم ونرحب بيهم ويعني ونشد ازرنا وياهم. موفقين ان شاء الله. الله رسالة يحفظكم الله ويهديك الله يخليك. الشكوى اللي قدمها حسوني واجينا اليوم حتى نكون وياكم ونوصل صوتكم ونكون ايد وحده، فاريدك يعني تحدثنا عن معاناه هذا القريه. والله معاناة هذه القرية تعاني من ناحية الكهرباء. شوف المعدوم. الخدمات في الاسلاك تعبان. بالنسبة للمي ما في. بالصيف نهائيا لا على المولدة ولا على الوصول. واحنا نناشد الجهات المسؤولة نختصر. زين احنا سوينا استبيان، عندك استعداد اذا وفروا لكم المواد راح تشتغل بايدك؟ والله شكلك او تساهم وياهم؟ يد عاملة قليلة بالنسبة غير قصدك؟ اي مو عندنا شيء. لا قصدي يعني هم اذا وفروا لكم الاعمده والمحولات أي. راح تساهمون بيناتكم ان توفرون عمال يشتغلون هذا الشيء؟ طبعا ساهم. شكرا جزيلا.